نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن دون الانضباط ببعض أحكام التجويد؟ نعم، يجوز ذلك إذا لم يلحن فيه. نعم. فإن لحن فيه فالواجب عليه تعديل اللحن، وأما التجويد فليس بواجب. التجويد تحسين لللفظ فقط، وتحسين اللفظ بالقرآن لا شك أنه خير وأنه أتم في حسن القراءة، لكن الوجوب بحيث نقول من لم يقرأ القرآن بالتجويد فهو آثم قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. بل إن القرآن نزل على 7 أحرف، حتى كان كل من الناس يقرأه بلغته، إلا أنه بعد أن خيف النزاع والشقاق بين المسلمين وحد المسلمون في القراءة على لغة قريش في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا من فضائله ومناقبه وحسن رعايته في خلافته، أن جمع الناس على حرف واحد لئلا يحصل النزاع. والخلاصة أن القراءة بالتجويد ليست بواجبة، وإنما الواجب إقامة الحركات والنطق بالحروف على ما هي عليه، فلا يبدل الراء لاما مثلا، ولا الذال زايا وما أشبه ذلك. هذا هو الممنوع. شكر الله لكم يا فضيلة.